انت متوتر ليه؟ ما كفاية توتر بقى، وترتني معاك. صحيح زي ما بيقولوا في علم النفس الإنسان خالق للتوتر، ما بيعرفش يخلي طبيعة حياته هادية ومستقرة كده على طول، لازم يفضل يفرك على أي حاجة توتره وتخليه قلقان ومش على بعضه. صحيح الحياة مثيرة ومليانة ضغوط ومواقف صعبة ومشاكل ما بتنتهيش، ولأنها ما بتخلصش ومستمرة فأنت لازم تفكر بشكل مختلف يخليك تتعايش مع الحياة بكل ما فيها من متاعب. غني، ارقص، احلم، اصرخ بصوت عالي. كل ما قدرت تطلع اللي جواك هتخلق حالة جديدة لمواجهة الحياة، وده اللي هيوضحه الكاتب لويس ليفي في كتابه اخلع رداء التوتر، اللي قدم طرق كتيرة ممتعة هتساعدك على التخلص من التوتر والضغوط بسهولة تامة، وانت بنفسك اللي هتنفذها وبدون أي تدخل من حد. زمان في علم المعادن كان التوتر مصطلح بيستخدم لوصف القوة بينهم كفعل ورد فعل، أما دلوقتي فبيستخدم التوتر لوصف الإنسان إذا كان في حالة من الشد الجسدي أو الذهني، بمعنى إن التوتر هو رد فعل نفسي وجسدي طبيعي اتجاه متطلبات الحياة. والتوتر البسيط مهم برضه لأنه بيحفزك للأداء الأفضل، بس التكنولوجيا سرعت نمط حياتك وزودت التحديات اليومية اللي بتواجهك، ففاقد قدراتك على التأقلم والتحمل. ولأن عقلك مجهز بنظام إنذار يعمل من أجل حمايتك فبيزيد رد الفعل ومن ثم التوتر. ومع الأسف أجسامنا مش مهيئة لمواجهة ده بشكل متكرر ومستمر طوال اليوم، فأنت على وضعك من أيام جدك وجد جدك، فجسمك بيضخ الإدرينالين عشان يستعد للقتال أو الهرب للنجاة، وكانت الاستجابة دي مناسبة لما يهجم عليك حيوان مفترس كل فين وفين. بس للأسف دلوقتي الاستجابة الجسمية دي مش مناسبة تحصل كل شوية وانت بتعمل إيميل جديد ومدام عفاف تطلع لك وتقولك هل أنت روبوت؟ أعد كلمة السر مرة أخرى. ويا سلام لو النت بطيء أو النور قطع وانت شغال كده، الجسم هيفرز كل شوية إدرينالين بالعبيط. بس مع الأسف هي دي الاستجابة الوحيدة لجسمك لما بتتوتر. وأكيد بتسأل يا ترى الغلط فينا ولا في مين؟ وكل ما في الأمر إنك بتعيش في عالم سريع جداً مهيبر تفكيرك وتصرفاتك، فبتتمنى ترجع بآلة الزمن للماضي والزمن الرايق علشان كل حاجة فيه كانت بتتعامل بهدوء وبدون صخب الحياة اللي بتعيشه. وطبعاً لأن مفيش آلة زمن ترجعك للماضي فحاول تعيش في جو العودة للطبيعة والتأمل وجو نحن وجدنا آباءنا، وتلاقي نفسك حابب تعمل الأشياء بطريقة أجدادك علشان تحمي ذهنك وجسدك من التوتر. فجرب مثلاً إنك تنظف بيتك يدوياً وبدون أجهزة، هتلاحظ إنك هتشتغل على الرايق وبدون توتر. وفي طرق تانية بتقلل التوتر ذكرها الكاتب زي الضحك مثلاً. طيب إمتى كانت آخر مرة ضحكت فيها ضحكة عميقة؟ فعلاً بلاش كآبة، الضحك سهل ومجاني وشفاء للجسم وبيزود أجسامنا بالأكسجين وبيقلل الشد الموجود في عضلاتنا. لكن إزاي أزود الضحك في حياتي؟ أفضل كده أضحك على أي حاجة مش حاسسها زي لهبل؟ لا، هقولك أبسط الطرق إنك تكون أنت نفسك حد لطيف ومرح وكيوت، وحاول تعمل حاجات غير تقليدية مش متعود تعملها لأنك مكسوف أو حاسس إنها مش لايقة عليك أو على سنك أو مقامك. مثلا روح الملاهي والعب ألعاب تضحكك وتزحلق على الزحليقة وتنطط في الجامب زون. هيحصل إيه غير إنك هتشوف كمية الضحك والسعادة والمرح مالية يومك. يا سيدي هزر مع الصحاب وقول نكت واعمل مقالب، بس بالتأكيد مش مسيئة للآخرين، فالضحك على حساب الغير مش مهدئ، بالعكس هيوترك أكتر لما تشوف ردود أفعالهم. وساعات يكون عندك رغبة إنك تضحك أو تبتسم، حتى بداية كويسة. ابدأ بشيء بسيط جدا، ابتسم ابتسامة خفيفة ولو وهمية، وفي خلال 5 ثواني هتتحول لابتسامة حقيقية. جرب كده. وفي النهاية حاول إنك تخلي الضحك عادة لمدة 5 دقايق يوميا على الأقل، وافرد وشك بقى. وعشان تحس براحة أكتر اتكلم لويس عن التأمل، واللي بيعتبر من أقدم أشكال الاسترخاء، كأنك أخدت غفوة زمنية بدون ما تنام. ده ساعات بيوصلنا التأمل الاسترخاء أكتر من النوم. إزاي يعني؟ هو في أحلى من النوم عشان دماغنا تفصل؟ والحقيقة أيوة، لأن عقولنا في النوم بتكون مشغولة بالأحلام، لكن التأمل حاجة تانية، بيخلي عقلك يدخل في حالة من الاسترخاء العميق، بس محتاج جو هادي وتبعد عن أي صخب أو مثيرات للانتباه تكون مزعجة. ومفيش وقت محدد للتأمل، خد وقتك زي ما انت عايز. ولو لقيت نفسك عقلك شرد وانت بتتأمل ما تقلقش خالص، نبه نفسك بس وارجع للتأمل، وخلي بالك من التنفس وقوة الشهيق والزفير لأنها مهمة جدا. يلا خد نفس عميق وطلعه بالراحة في هدوء، وهتلاحظ ازاي بيسترخي جسمك بالكامل مع كل نفس بتاخده. وعشان تستمتع باسترخاء أعمق حاول تروح لمكان بتحس فيه بالراحة،
أو تخيل حتى المكان اللي بيريحك، مش لازم يعني تسافر وتقعد على البحر فوراً، استدعيه في خيالك واختار الهدوء وشغل موسيقى فيها صوت البحر مثلاً. وبيأكد لويس إن من أبسط الطرق لتقليل التوتر هو التنفس بعمق وببطء. سامعاك؟ إحنا بنتنفس من ساعة ما اتولدنا عشان نفضل على قيد الحياة، مفهوم، لكن كتير مننا مع الأسف مش بيتنفسوا بعمق ولكن بيتنفسوا بسطحية. طب إيه الفايدة؟ التنفس بعمق بيجبر الدم على التحرك بسرعة داخل جسم الإنسان عشان يوصل كمية كافية من الأكسجين للمخ والأعضاء. يلا جرب معايا، ارجع للخلف كده ولاحظ إزاي بتتنفس وإيه اللي بيتحرك وإيه سرعة نفسك. وعشان تتنفس صح حط إيدك على بطنك وخد نفس عميق من أنفك لغاية ما تحس بالهواء بيملى جسمك من أسفل البطن وحتى صدرك. وبالراحة كده عد لحد 5 وانت بتطلع الزفير، واستمر على كده لغاية ما تقدر تعد 10 لكل شهيق وزفير. وبيقولك الكاتب على طرق تانية بتقلل التوتر وتخليك تهدى شوية، هو إنك تحاول تفرغ كل اللي جواك من الكلام اللي عايز تقوله على الورق، ومش مهم عدد الكلمات ولا الأخطاء الإملائية، اكتب اللي انت عايزه بس في أي حاجة وفي أي وقت وفي أي مكان. وفي نهاية يومك المليان مشاكل ده كافئ نفسك ودلعها بحمام سخن تغسل فيه همومك كلها، وحط لك كام شمعة وشوية زيوت عطرية على ذوقك، أو اقرأ كتاب بتحبه واسمع موسيقى لطيفة وهتحس بالراحة والفصلان. وبيسألك عم لويس سؤال غريب جدا، صرخت قبل كده بدون توقف؟ ولو عملت كده حسيت بإيه؟ طبعاً عشان تصرخ محتاج لاستنشاق كمية كبيرة من الأكسجين، عشان كده لما بتتضايق وتصرخ بالتأكيد بتحس براحة بعدها. وكل ما أخدت نفس وأكسجين أكتر علي صراخك أكتر ونشطت دورتك الدموية وزاد شعورك بالرضا. ولأن طبعاً الصراخ مرفوض في عالمنا اللي بيلزمك بالهدوء والعقل، فبالتأكيد مش هتختار تصرخ في العلن، لكن اختار مكان مناسب وصرخ براحتك، بس خد أعمق نفس ممكن من بطنك وخرجه من أعلى البطن، لأنك لو صرخت من حنجرتك هتحس بالألم ومش هتقدر تتكلم. وكمان ممكن تغني بصوت عالي وبنفس عميق، المهم إنك تجرب. أما بقى التعبير عن انفعالاتك بالبكاء والدموع موال تاني خالص، فأثبتت الدراسات إن الدموع اللي بتنزل بسبب الألم أو السعادة بيختلف تركيبها الكيميائي عن الدموع اللي بتنزل بسبب تعب العين. فالدموع الحقيقية مليانة بالمواد السامة اللي بيتخلص منها الجسم خلال البكاء. وما تنساش إن البكاء شيء طبيعي وفطري بيحصل أول ما بتشرف الدنيا، فبلاش تصدق إنه علامة للضعف وانهزامية وسلبية والكلام ده، فعيط وقت ما تحب تعمل كده، بجد هترتاح. وبيأكد لويس على أهمية الحركة، قوم يلا وتنشط بلاش كسل. ومش بالضرورة إنك تروح النوادي الرياضية وتلبس الزي الرياضي، فممكن تطلع السلالم بدل الأسانسير، ومارس بعض تمارين الإطالة اللي بتساعد على تخفيف الشد العضلي، وحرك الكتفين في دوائر كل كتف لوحده، أو ممكن ممارسة اليوغا، أو انزل اجري أو امشي في مكان هادي، شغل موسيقى وقوم ارقص عليها. كل دي وسائل فعالة ومنح بتقدمها لنفسك علشان تهدى وتقلل من توترك. انت مش بتقدم لعقلك بس قسط من الراحة، لا وكمان بتقدم لجسمك فرصة يتنشط ويتحرك. مش ملاحظ ان معظم الأنشطة دي كنت بتمارسها وانت صغير؟ وكأن البلوغ والنضج منعك من ممارسة أفعال ممتعة. فمثلا يعني امتى آخر مرة سمعت حدوتة قبل النوم؟ بجد الموضوع مسلي وممتع جدا، ومش هياخد من وقتك غير 5 دقايق. وممكن كمان تقرأ كتاب بصوت عالي بالمشاركة مع حد بتحبه وبترتاح معاه، وشوف مدى الراحة اللي هتحسها. وبينصحك لويس بإنك لازم تحرص على الاحتفاظ بصاحب يسمعك لما تكون متضايق ومخنوق. حلو ده، بس مع الأسف الموضوع ده مش بقى سهل ومحدش فاضي يسمعك يا صاحبي. زمان كانت الناس بتسمع أفضل، أما دلوقتي كل واحد عنده اللي يشغله وما عندوش الوقت يسمع الغير. الناس بقت تنصح أكتر ما بتسمع وتفهم المشكلة من أساسها، فبتكون المشكلة في وادي والنصيحة في وادي تاني. والحل إننا نتعلم حسن الاستماع المتبادل، وإلا الكلام يبقى زي عدمه. ويكون من الأفضل إنك تكلم نفسك، ومش جنان على فكرة، ما تقلقش، ده عين العقل، حديث النفس ومناقشتها والتصالح معاها، وده هيعرفك قدراتك الذاتية وعيوبك ومميزاتك بشكل واقعي ومتزن. وخليك إيجابي وإنت بتتكلم مع نفسك، وحبها قد ما تقدر. وأكيد ما تنساش تتكلم مع ربك عن طريق الدعاء والصلاة، فحاول تضيف لكل شيء بتعمله بعد روحاني ومعية مع الله. ومن جانب آخر، في ناس شايفين إن مفيش وقت دايماً، ناس في صراع دائم مع الساعة، مع إن مسألة الوقت دي شيء اصطناعي بتستخدمه للتغلب على نفسك. فأنت دايماً في سباق مع الوقت، بتعمل كل حاجة بسرعة عشان ما تتأخرش، من أول ما تصحى وتلبس وتفطر وتروح شغلك لحد ما تنام، وعايز فوق الوقت كام دقيقة كده زيادة عشان تلحق.
وده شيء موتر جدا للنفس، لأنك في سباق مستمر للإنجاز وعلى طول مراقب ساعتك. طب اهدى وكفاية مراقبة للساعة، وخد نفس عميق تاني وضيع الوقت شوية، ما تقلقش، كل شيء هيكون بانتظارك لما ترجع من جديد. الدنيا ما طارتش. وافتكر دايما إن المال مش بيحل محل الوقت، ولا كمان بيحل محل تعبك لجسمك وذهنك وروحك. فاهرب شوية بروحك من الساقية دي وعيش بره الزمن ولو للحظات. أما لو أنت من الناس اللي بتروح تتفرج على التلفزيون أو تمسك الموبايل تشوف فيديوهات عشان تقلل التوتر، فعم لويس بيقولك وقف التصرف ده فوراً، لأنه مش هيخفف توترك، بالعكس ده بيستهلك وقتك بدل ما تنجز اللي عليك. يا عم إحنا بنشوف أخبار الدنيا مع إنها أكبر مسبب للتوتر والقلق، يعني ما نعرفش العالم ماشي إزاي؟ لا شوف بس قلل واختار الوقت المناسب للمشاهدة، وابعد عن وقت قبل النوم، لأن المعروف إن النوم وقت للراحة. وحاول كمان قبل النوم إنك تقلل قوي من تناول السكر والكافيين، لأنهم بيعرضوا جسمك لكل المستويات المتذبذبة من المواد المنبهة اللي بتأثر على جهازك العصبي وبتسبب لك الأرق. وكمان من الحاجات اللي لازم تغيرها في حياتك هي عادة حب الامتلاك للأشياء. فاسأل نفسك بصراحة، هل أنا في حاجة لكل ده؟ وليه أنا بمتلكها؟ وهل الحاجات اللي لسه ما امتلكتهاش ضروريا نشتريها؟ ولا هي مجرد رغبة في الامتلاك وبس؟ يا سيدي وفر فلوسك شوية، ده مجرد التفكير بس في ممتلكاتك والحفاظ عليها من السرقة أو القلق من ارتفاع الأسعار للي عايز تمتلكه لسه، وانشغالك بالفكرة نفسها توتر أنت في غنى عنه. فحاول التخلي عن بعض الممتلكات دي والامتناع عن شراء أي شيء جديد ملوش لازمة لمدة حددها أنت بنفسك، ولو أسبوع واحد، ولاحظ شعورك بعدها. وختم لويس كتابه بآخر نصيحة، وهي المسبب الأكبر للتوتر، وهو القلق من المستقبل اللي حرفياً بياكل من سعادتك وهدوءك النفسي واستمتاعك بالحاضر. عيش اللحظة، وفي الآخر أنت مش المتحكم في كل شيء هيحصل لك بعد كده. وبيعتبر القلق من أكتر صور تضييع الوقت. فاسأل نفسك كتير، ليه أشغل بالي بشيء مش هيحصل دلوقتي وأنا لا أملك غير الحاضر اللي بعيشه؟ وهستفيد إيه لو قلقت وفكرت أكتر من اللازم في أمور ممكن تتغير بعدين؟ ولذلك السعادة قرار، فلو قررت تبقى سعيد هتكون سعيد. وختاماً، لو مش لاقي أي وسيلة من اللي سمعته ده بتقلل توترك وتخليك هادي، كمل البحث، أكيد هتلاقي اللي يناسبك. وابحث دايماً عن طرق للاستمتاع بحياتك زي ما هي. المهم تحب اللي تعمله وتكون مقتنع بيه، وهو ده جمال الإنسان اللي بإمكانه التغيير للأفضل والاختيار والمحاولة مرة تانية. المهم تخلع رداء التوتر وتلبس رداء السعادة في حياتك. ولو ما عملتش كده عشان نفسك، اعمل ده عشان اللي حواليك. دمتم بخير سالمين.